منك يا عيسى ديوب في متابعة بروبي على الخصوص. هذه كرة هولندية، التسديدة ولكن فيها تغطية ممتازة. عادت فان دايك يمشي لوسط الملعب البطولي منك يا مزراوي. انتظر وأثق فيك كثيرا يا مزراوي. خليني نقول نعم، أثق فيك كثيرا يا مزراوي لإيقاع الصراع الكبير على مقربة من المرمى. سومرفيل يرفع كرة ومن أجل فرحة هنا في مونتيري. نيل العيناوي في خطأ. نعم، السافرة البرازيلية والامتياز مغربي في الكرة للأمام. التحضير إسماعيل مرلا. الحكم ماذا يقول فيها؟ خطأ يا إسماعيل، خطأ يا إسماعيل. هنا أول طلب للكرة في الدار، مهم جدا يتم توظيفه في اليسار في بعض المباريات. هذه الكرة للأمام ياسين بونو. هذا هو فانيكي يمشي لدونفريس. العرضية عيسى ديوب يوسط الميدان. هنا المراوغة والانطلاق. رافنبيرغ يمشي لدونفريس. خطيرة ديال الكرة. دونفريس يدخل، هذه صعبة. عيسى ديوب والمباراة تتوقف في هذه اللحظات. هل فيها وضعية تسلل؟ نعم، الراية ترفع والانذار. جرس الانذار. نايل عيناوي ضاعت الكرة، عادت إلى بروبي في اليسار. هنا في المساحة ملعوبة على جهتها اليسرى لكن تدخل ممتاز. عيسى ديوب الجول أول ركنية في المباراة لفائدة المنتخب المغربي. فيها تمريرة، فيها تسديدة ولكن فيها خطأ. لا زالت مغربية. التسديدة أشرف حكيمي قذيفة. حكيمي أشرف يرفع الكرة الراسية. تصدي ممتاز. لا زالت مغربية، فيها تمريرة، فيها تسديدة ولكن علت المرمى. الطريقة نعم، كرة لبلال يرفعها. عالية. كل محظوظة الجيل الذي تابعنا فيه حجي ونظير والداودي. ذلك في دور مجموعات المنتخب المغربي يخلق فرص، يعني فرص كثيرة تضيع. هنا في لحظة اصطدام يوناحي مع اللاعب فانيكي. نحذر يا شباب، لا نريد أي قرارات انضباطية من الحكم البرازيلي. أي تدخلات خارج الإطار ممكن تكلفنا غديد. عزدين ينتظر الانطلاق يا بلال. علي يا بلال، العرضية مرت أمامك يا الصباري. حاول اللحاق بالكرة اللاعب حكيمي لكن الكرة كانت قوية. يتقدم إسماعيل يراوغ. إسماعيل دونفريس الكنترول. أين كان مزراوي؟ هذا سمرفيل ما يمرش. نتكلم على خاصة على أيوب بوعدي. الكرة لي هنا فاناكي. الرأسية لإبعاد ممتاز. الإبعاد أيوب بوعدي انتظر. تأخر مزراوي. لا زالت هولندية. دونفريس في مواجهة مزراوي. برافو مزراوي. ولو تأخرت في كرة اللي بعدها بوعدي لكن هنا تتدارك لأن رتم المباراة لم يكن عالي. حذاري من هذه الكرة. مزيا سمرفيل يفتح المجال. حذاري من التسديد. تلعب خاكبو مقوصة. هنا ياسين فيها خطأ فعلا. خطأ لمصلحة ياسين بونو. مرت بالسلامة الكرة الماضية. ثاني في هذه اللحظات ولا تغيير واحدة. هولندا عن طريق الصاروخية فان ديفين تألق فيها ياسين بونو. البطاقة الصفراء الآن. أول إنذار. هنا يأتي أول كارت أصفر يخرج من الحكم البرازيلي. هذه الإعادة الخطأ والكارت تحضر على مستوى البريمير ليج. هنا في كرة راسية سائلة بعد ذلك ياسين بونو. والانطلاقة مغربية الآن. هنا اللمسة، هنا التمويه، هنا كرة فيها تسديدة بوعدي ولكنها مرت عالية. الكرة تمر عالية. أول مبادرة هجومية مع انطلاقة يوناحي في اليسار. بالبدني شوفوا الشوط الثاني يعني بنفس التوازن اللي شفناه في الشوط الأول. إبراهيم دياز. سلام ابراهيم يلعب على اشرف حكيمي ماذا سيفعل؟ هنا مراقبه من فان ديفين. برافو التمريره وصلت الى يوناحي. يلا يوناحي العرضيه. ابراهيم دياز لمن يوناحي. البينيه ممتازه. هذه جول. يا اشرف يا حكيمي
هذه لو مررت لي الصباري لكانت افضل. هذه لو مررت الوسط عاملين زياده عدديه عناصر المنتخب الهولندي. خروج رائع حكيمي، خروج رائع حكيمي، حذر يا حكيمي، حذر من ضيع الكره يا حكيمي. رجعت بوعدي الله. قامت التحول الان هولندي من الجهه اليسرى عن طريق اللاعب خاكبو. خاكبو يراوغ، خاكبو يتقدم يبحث عن العرضيه لكن الكره للامام. رائع هادي، رائع هادي. الكنترول يا حكيمي، امشي يا حكيمي. تمريراتك في دار المدافعين بالفعل ما اروع وما اجملها. صارت الكره على جهتها اليسرى، اللمسه تسديده. بلال العرضيه اليسرى. خاكبو يحاول يمر، يغطي عليه ابراهيم في مراقبه خاكبو. العرضيه الراسيه لمزراوي، تسديده بصراحه. فقط ينقص الهدف. نائل عيناوي، اشرف حكيمي وصلت بعد ذلك. عجبني أناحي في مباراة اليوم خاصة في الشوط الأمور. سيباري عبر، سيباري دخل، السيباري روعة يا السيباري، روعة. هذه اللقطة الانطلاقة مزراوي. الهدف الأول لفائدة المنتخب الهولندي جاء في لحظة مباغتة جدا ضد مجرى اللعب. يتمكن المنتخب الهولندي من تسجيل الهدف. كيف مرت هذه الكرة، كيف انطلقت هذه الهجمة، كيف سجلوا بهذه الطريقة. نعم 1-0 لفائدة المنتخب الهولندي في توقيت صعب جدا، لكن هناك أمل وهناك دقائق وهناك إمكانية في العودة. مشاهدينا الكرام ننتظر التأكيد لهذا الهدف، مشاهدينا ننتظر ذلك. جاء اليسرى الحكم فقط ضغط 6 دقائق. هذه العرضية جاب الخبر السار. عيسى خلى المنتخب المغربي حيا في هذه المباراة. 1-1 يا عيسى يا دياب. روعة الأولى، اللحظة اللي نفذ فيها مينارز يسجل الكرة. دفاع اللاعبين الهولنديين للمنتخب المغربي. إذا يستعد العيناوي، يتقدم العيناوي. مشاهدينا الكرام العيناوي الهولندية لن يضيع كما ضربت كرة العيناوي في العارضة. هذه الركلة الثانية. رحيمي يتقدم، رحيمي محلب حارس ممتاز بصراحة. إذا يلا يا ياسين، قدم فيرخوس طالبي سجل. تيمباري ضيع مرة أخرى على المنتخب المغربي. أشرف يتقدم، أشرف التقدم يا أشرف، غير أشرف حكيمي. الركلة الخامسة للمنتخب استمر فيها. إسماعيل هكذا النهاية.